أهلا ومرحبا بكم في إصدار عصر البخار الجديد في بابجي موبايل. استمعوا إلى هدير محركات البخار وأصوات التروس الفولاذية المتشابكة بينما ننطلق في مغامرة مثيرة جديدة. والآن لننطلق إلى داخل اللعبة ونبدأ الرحلة. العمالقة على الأسوار والخطر يلوح في الأفق، لكن في هذا العالم الذي تغذيه الطاقة البخارية وتسيره الآلات ستواجهوهم وجها لوجه في هيئة عملاقة كذلك بفضل مصل التعملق. هيمنوا على أرض المعركة بقدراتك الجديدة في القفز والهجوم الاشتباكي. إذا كنتم محظوظين بما يكفي للحصول على مصل العملاق المهاجم الوحيد فستتمتعون بقوة تفوق قوة العمالقة العاديين، ومع ذلك فإن عتاد المناورة ثلاثي الأبعاد الذي يمثل نقطة ضعف العمالقة يمكن أيضا العثور عليه في أرض المعركة داخل الصناديق في شكل إمدادات وفي المتجر. طيروا بسرعات عالية باستخدام أسطوانات الغاز، واستخدموا السيوف المرفقة لشن الهجمات الاشتباكية القتالية للقضاء على العمالقة. وفي الوقت ذاته تجوب القطارات البخارية الخريطة ما يقربكم من المزيد من المغامرات. يسافر القطار السريع بامتداد مسار محدد ما يساعدكم على التنقل في الخريطة بشكل أسرع. احرصوا على تفقد كابينة القيادة بحثا عن الكنوز الميكانيكية أو توجهوا إلى مؤخرة القطار للحصول على مشروب من النادي الميكانيكي. كونوا الفريق الأخير الصامد في إيثر هورن لاستدعاء قطار الشحن العتيق وجعله ينطلق إلى محطته التالية. أما صندوق الإمداد البخاري الموجود في كابينة السائق سيعاد ملؤه عند كل محطة ويمنحكم كميات وفيرة من الإمدادات لاستخدامها في المعركة. تنتشر العديد من أرصفة القطارات عبر الخريطة. إن لم تتمكنوا من ركوب القطار في بداية المباراة بإمكانكم نصب كمين للأعداء على متن القطار عند الوصول إلى المحطات. وبسبب ضيق المساحات داخل عربات القطار يعد استخدام العبوات المتفجرة من أنجح الأساليب للسيطرة. هذا السيناريو المليء بالمخاطر يتضمن محطات متنوعة لكل منها خصائصها الفريدة. تقع إيثرهولم في قلب هذه الخريطة بمبانيها الفريدة وبرج الساعة المليء بالأسرار، ومن على رصيفها يمكنكم استدعاء قطار الشحن العتيق والحصول على كنوز نادرة. يتكون مركز الشحن من منطقتين حضاريتين متصلتين بسكك هوائية يمكننا التنقل عبرها بسرعة لمباغتة الأعداء. احرصوا على التزود بالإمدادات من التجار الميكانيكيين في أرصفة القطارات. رغم أن قلعة أوتغارد قد نال منها الخراب فإنها لا تزال غنية بالإمدادات. تحولوا إلى عمالقة لتدمير هذه المنطقة بالكامل بكل حرية. وكذلك توجد مناطيد يمكن استخدامها للتنقل أو لمراقبة تحركات العدو من الأعلى. ولا تنسوا قضاء بعض الوقت مع أصدقائكم عند نقطتي عبور الأفعوانية واحتفال بداية الصيف. انطلقوا في رحلتكم الملحمية الآن في إصدار عصر البخار. يضفي هذا التحديث روحا جديدة على الوضع الكلاسيكي بإضافة كل جديد من مركبة وعناصر وتحسينات لتعزيز الحماسة والإثارة في المباريات. فتشق مركبة UAZ المدرعة طريقها إلى راندا وتوفر بهيكلها المتين وقضبان الحماية المعززة وإطاراتها القوية وسيلة صمود فعالة. لكن ضعوا في الحسبان أنه لا يمكنكم إطلاق النار من داخلها. لكن في المقابل أصبحت جميع الدراجات النارية والهوائية تدعم إطلاق النار من مقعد السائق باستخدام سلاح ناري بيد واحدة. واصلوا قمع أعدائكم حتى خلال الانطلاق بسرعات عالية. حسنوا تجربتكم القتالية باستخدام الإطار الاحتياطي الذي يمكن استخدامه لاستبدال الإطارات التالفة وإطالة عمر المركبة. ويمكنكم الآن استخدام المجموعة الطبية المحمولة التي تتيح لكم مداومة الزملاء مباشرة ما يساعد في الحفاظ على صحة فريقكم استعدادا للمعركة. وتلتصق القنبلة اللاصقة بأي سطح سواء كان جدارا أو مركبة وتنفجر بعد عد تنازلي قصير تفيد في الكمائن عبر الجدران أو لتدمير مركبات الأعداء. كل هذه العناصر كفيلة بجعل مبارياتكم أكثر إثارة سواء كنتم داخل مركبة أو تطلقون النار أثناء التنقل أو تنفذون هجوما متفجرا. خوضوا معاركا لم تشهدوا لها مثيلا من قبل. اجمعوا فريقكم واستكشفوا محتوى الوضع الكلاسيكي الجديد معا. للمزيد من التفاصيل تابع إعلانات الوضع الكلاسيكي. أما تحديث المترو الملكي الأخير فقد أضاف هدفا جديدا: الخادم العسكري المتنقل. اخترقوه للحصول على معلومات ثمينة. وبعد تعديلات قواعد العتاد لم يعد بالإمكان حمل عتاد من المستوى 4 وما فوق إلى مواجهات الصفوف الأمامية أو منطقة الحصار القديم. وتشهد خريطتا الميناء المنسي والمحطة القطبية وصول منطقة القطار البخاري لتمنحكم المزيد من الخيارات الاستراتيجية. وكالعادة موسم جديد يعني عناصر جديدة قابلة للاقتناء. تشمل هذه التغييرات ترقية طريقة اللعب والتوازن والرسوميات بشكل شامل لضمان تجربة لعب أفضل. للمزيد عن آخر تحديثات وتحسينات المترو الملكي تابعوا إعلانات المترو الملكي.
ويقدم الإصدار 3.8 عناصرا منزلية جديدة بطراز القلعة البرونزية، بالإضافة إلى تحسينات في ميزتي طقم العناصر المنزلية والبناء الجماعي. لا تفوت فعالية القلعة البرونزية لجمع هذه العناصر الجديدة في أقرب وقت ممكن. للمزيد من المحتوى عن المنزل احرصوا على مشاهدة مقاطع فيديو تحديث المنزل. في هذا التحديث أضفنا مهارات جديدة إلى جهاز إدارة المهارات في عالم العجائب، منها التحول إلى عملاق وعناصر الديناصورات والمزيد. وأدخلنا كذلك تحسينات على واجهة عالم العجائب الرئيسية وشاشة نتائج المباريات ومطابقة اللاعبين وأغلفة الأعمال. للاطلاع على المزيد من المحتوى تابعوا إعلانات عالم العجائب. بالإضافة إلى ذلك ينطلق الموسم C8S24 في 11 من مايو بالتوقيت العالمي -0. استعدوا لمكافآت جديدة. احرصوا على الانضمام إلى الموسم العادي والأولتيميت رويال في هذا الموسم الجديد، سواء كنتم تجوبون أرض المعركة كعمالقة أو تنفذون هجمات مضادة دقيقة باستخدام عتاد المناورة ثلاثي الأبعاد، أو تنطلقون على متن قطار بخاري لاستكشاف هذا العالم المثير المملوء بالآلات. فكل خيار تتخذونه يفتح فصلا جديدا في رحلتكم الأسطورية. لذا استمعوا إلى هدير المحركات البخارية والتاروس واجمعوا الزملاء لتنطلقوا وتغامروا معا. فوزوا واربحوا عشاء دجاج. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.